اللحمة المفرومة بتحلي أي حاجة بتتحط عليها، حتى لما تتاكل لوحدها في عيش بتبقى تحفة، ولو جربتوها على الرز كمان هتعجبكوا جدا. أنا بحب الرز باللحمة المفرومة ده من زمان من وأنا صغير، بس كنت دايما بحس إنه دراي شوية، عشان كده عملت له الصوص أو الجريفي ده. ميزة الأكلة دي كمان غير إنها اقتصادية هو إنها كان سهل أعمل كل مكوناتها في نفس الوقت مع بعض. هوريكوا إزاي. الاول بدات بالرز، سيحت معلقه سمنه على نار متوسطه وحطيت فيها رز مغسول ومتصفي، وقلبت الرز بالراحه عشان ما كسروش. خطوه التقليب في السمنه دي مهمه علشان يفلفل. هنا الميه الباقيه في الرز من الغسيل كلها بتتبخر والسمنه بتغلف الرز كويس. وعشان ده رز مصري بحط نفس كميه الرز ميه مغليه، يعني لو كوبايه رز بحط لها كوبايه ميه مغليه. ولكل كوبايه رز بحط نص معلقه صغيره ملح ورشه فلفل اسود. قلبت الرز بعد كده تقليبة سريعة وغطيته ونقلته على أصغر عين وأوطى نار في البوتاجاز عشان يستوي براحته. وهو بيستوي عملت اللحمة. سيحت معلقة كبيرة سمنة على نار متوسطة، ولما ساحت حطيت فيها نص كيلو لحمة مفرومة، عليها بصلة متوسطة مبشورة وفلفلة خضرا مبشورة برضو، ولو حابين تزودوا الطعم ممكن كمان تهرسوا فصين توم عليهم. قلبت كل في بعضه وانا بفتت اللحمة بالسباتولا عشان ما تكونش كتل. ولما اللون الأصلي بتاع اللحمة البينك ده اختفى حطيت معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، وفضلت اقلب لحد ما اللحمه استوت بالكامل. عاده بتبقى الاكله كده خلصت، وفي ناس بتحب تزود هنا كمان بسله مسلوقه على اللحمه، بس انا بحسها دايما ناقصه حاجه تخليها مش دراي قوي كده، عشان كده عملت لها صوص بسيط جدا. سيحت معلقه كبيره سمنه على نار هاديه، ولما ساحت حطيت فيها نص حجمها دقيق، ودوبت الدقيق في السمنه. لو عايزين الصوص بني استنوا لحد ما الدقيق يستوي كويس في السمنه ولون الميكس ده يبقى بني، بس انا اللون ده كويس بالنسبه لي. لما وصلت له حطيت كوبايتين شوربه لحمه شويه شويه وانا بقلب. لو مش عندكم شوربه لحمه ممكن تبدلوها بميه ومرقه، مهم بس ان السائل اللي تحطوه ما يبقاش سخن. لما كل حاجة دابت في بعضها حطيت ملح وفلفل اسود. كميتهم بتعتمد على الشوربة اللي انتوا استخدمتوها كانت مالحة قد ايه، ممكن اصلا ما تحتاجوش تزودوا خالص. وعشان عندي اعشاب فريش حطيت روزماري وزعتر، وسبت الصوص يغلي على نار هادية كام دقيقة كده، ولما وصل للقوام ده وساعات كمان بسيبه يتقل عن كده شوية صفيته. في الوقت ده الرز كان استوى. اتأكدت لما دقت حتة من نص الحلة من اعلى حتة في الرز، لو الحتة دي استوت يبقى بقية الرز اكيد استوى، وكده ما بقاش فاضل غير التقديم. في ناس بتحب تقلب الرز كله في بعضه زي الكشري، بس انا ماما كانت بتعملهولي زمان بطريقه بحبها اكتر، وهي ان في بوله بنحط لايرز من اللحمه والرز فوق بعض ونضغط كل لاير كويس كده عشان ما يتفتتش من بعضه. بعد كده في طبق بنقلب البوله دي ونخبط عليها من الجوانب، ولما بنشيل البوله بالراحه بيبقى عندنا الرز على شكل دوم كده. بس هي بصراحه اشطر مني، بيطلع معاها شكله منتظم مش عشوائي كده. اللي انا زودته بس على طريقتها هو الصوص ده مش اساسي قوي في الاكله، بس في رايي بيحولها من طبق عادي لاكله متكامله. انا كمان حطيت بقدونس من فوق يمكن يحلي شكله شويه. طبعا الاكله دي ناقص جنبها طبق سلطه علشان هي شبه ما فيهاش اي خضار، وممكن اصلا تعملوا الاكله دي جنب طبيخ وتبقى متكامله خالص. وبس كده، جربوها وقولوا لي رايكم في فكره الصوص ده. ولو لسه بتتفرجوا، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر.